أهلا بكم متابعيني الكرام على قناتكم قصص واقعية. قصص من الواقع، أبطالها رجال ونساء بيحكوا لنا حكاياتهم وفتحوا لنا قلوبهم وحكوا لنا حكاياتهم واحنا بنشاركها معاكم علشان تعم العبرة والعظة. ونبدأ حكاية النهاردة. كنا بنجهز الفيلا للفرح بتاع أختي عشق الأصغر مني، وفجأة شفت واحد من عمال الفراشة قاعد على جنب، باين عليه التعب والإرهاق. لما سألته في ايه رد عليا وقالي إن ضغطه عالي وواخد حباية على الريق ومفطرش. بصيت حواليا أي حد من الشغالين بس ما لقيتش حد. خدت بعضي ودخلت الفيلا وعلى المطبخ علشان أحضر أي أكل، المهم إن العامل ياكل ويخف من تعبه. بصيت في الساعة وكانت الساعة 1 الظهر، وده الميعاد اللي المفروض أصحي وليد جوزي علشان ينزل ويجهز عربيته اللي هنزف بيها عشق أختي. ولما حاولت اتصل بيه اكتشفت ان التليفون بتاعه نسيته في الدور اللي فوق في أوضة عشق. طلعت بسرعة ولما وصلت لأوضتي سمعت صوت حاجة اتهبدت على الأرض واتكسرت في أوضة ماما. اتخضيت وجريت عليها ويدوب بحط ايدي على أكرة الباب وبفتحه فتحة صغيرة. شفت أمي فاتحة فيديو على حد بس معرفش مين. أنا كل اللي لفت نظري منظرها، كانت لابسة حاجة مش ولا بد يعني، زي ما بقولكم حاجة من قطعتين بس. أصلها جميلة ومستصغرة نفسها علينا وبتقوله ايه رأيك يا حبيبي، عجبك عليا صح؟ شفت بقى علشان لما نسافر مصيف هلبسهولك. ردت الباب وكنت واقفة أسمع لأنها أصلا ما كانتش واخدة بالها مني. لقيتها مشيت ناحية التسريحة وحطت التليفون عليها وطلعت برفيوم وقالت له ده البرفيوم اللي انت بتحبه. المشكلة ان انا كنت سامعاها هي وانا مش عارفة هي بتكلم مين، لانها كانت حاطة السماعة في ودنها وبقت تتدلع وتعمل حركات غريبة وكأنها بنت 20. وفجأة اتعصبت عليه وقالت له النهاردة هشوفك في الشقة، انت فاهم ولا لأ؟ ماليش فيه، تسيب الفرح ونمشي ما يخصنيش، المهم ان انت تكون معايا انا مش هي. في اللحظة دي انا اتصدمت وعرفت ان اللي بتتكلم معاه هيكون موجود النهاردة في الفرح، واكيد هعرفه، ممكن يكون واحد من العيلة. رجعت الأوضة قبل ما تحس بيا وانا منهارة وبكلم نفسي يا عيني عليك يا بابا، امي بتخونك. لا لا لا، دي خسارة فيها كلمة أمي. معقولة نجوى بتخونك؟ والله أعلم مع مين. نجوى بتخونك بعد ما خليتها ست الستات وليها قيمة وسط أهلها؟ نجوى بتخونك علشان انت بتبوس رجليها ومش حارمها من أي حاجة. ودلوقتي بقى كل اللي شاغلني حاجة واحدة بس، مين اللي نجوى كانت بتتكلم معاه ده؟ اللي هي أمي يعني. دخلت أوضة أختي وقعدت على السرير مصدومة أكتر من نص ساعة ومش بتكلم. افتكرت العامل اللي كان تعبان تحت، ومسكت التليفون وكلمت البنت نعمة الشغالة. ردت عليا وطلبت منها تحضر له فطار بسرعة. وبعدها عملت مكالمة لوليد جوزي بس ما ردش عليا، طبعا نايم زي عوايده، اصل نومه تقيل قوي. بعتله رسالة واتس ان انا اتصلت بيه علشان ما ينساش يجهز العربية. وكنت قاعدة بفكر وبكلم نفسي يا ترى هعمل ايه واتصرف ازاي. قطع تفكيري تليفون عشق ورديت عليها بسرعة. ايه يا بنتي اتأخرتي ليه؟ الساعة داخلة على 3 ويا دوب تيجي علشان تعملي الميك اب وتجهزي نفسك. كانت بتكلمني وانا ساكتة من الصدمة ومش عارفة ارد عليها، ولو كلمتها هتعرف ان صوتي متضايق وان انا مش عاوزة ادمر فرحتها. كفاية عليا وامي اللي هتخرب حياتنا وهتدمرنا. رديت عليها بابتسامة مصطنعة، حبيبتي ربنا يكملك على خير، بس انا مش هقدر اجي لان وليد شد معايا في الكلام زي عوايده وحلف عليا ما اروحلكيش الفرح. قالت لي ابي وليد تاني، هو مش هيبطل الغيرة دي؟ اكيد حلف عليكي بالطلاق عشان كده متضايقة. قلت لها لا خالص، بس غيران زي عوايده، بجد انا اسفة يا عشق. قالت لي اخص عليكي، وانا اللي كان نفسي تكوني جنبي في يوم زي ده وتلبسيني الطرحة بايدك. وفجأة وانا بكلمها لقيت نفسي انهارت وبقيت اعيط ومش قادرة امسك نفسي. قفلت في وشها عشان ما تحسش بدموعي وانهياري في الكوافير بقى. كانت ريتال صاحبتها الانتيم، شافتها متضايقة وقربت منها. ايه العروسة مكشرة ليه؟ معقولة في حد يكشر او يزعل في يوم زي ده؟
عشق كانت ماسكة التليفون وقالت لها: يارا صوتها متغير وشكلها زعلانة وواضح كده ان في حاجة كبيرة. بس هي مش راضية تقولي. انا خايفة قوي. قالت لها: خايفة من ايه بس؟ قالت لها: خايفة ماما تكون فيها حاجة وهي مخبية عليا. ما انتي عارفة ماما بتتعب بنوبة الكلى. ريتال قالت لها: بسيطة، اتصلي بيها وطمني عليها بنفسك. وفعلا عشق سمعت كلامها، ولما اتصلت بأمي ما ردتش عليها، بس تليفونها رن وكان خطيبها هو اللي بيتصل. ردت عليه واتكلمت معاه. أما في الفيلا في أوضة عشق الباب خبط، وكانت نعمة شغالة. قلت لها: في ايه؟ مش تخبطي قبل ما تدخلي؟ نعمة دخلت بسرعة وشايلة على ايديها حمزة. حمزة ابني اللي كان بيعيط. قالت لي: يا ستي والله خبطت، بس الظاهر ان انتي ما خدتيش في بالك، وسي حمزة بيعيط وعايز يرضع. خدته منها ورضعته، وبعد ما خلصت رضاعة نعمة أخدته ونيمته. أنا كنت حزينة وخايفة من اللي جاي. كنت بكلم نفسي أعمل إيه وأتصرف إزاي، وبفكر يا ترى أمي هتقابل مين في الشقة. وبعد لحظات افتكرت شقة عشق أختي اللي في عمارتنا، وقلت في نفسي أكيد مفيش غيرها، هي الوحيدة المفروشة في العمارة. وأكيد استغلت موقف بابا لما حلف على عشق تقعد هنا شهرين وبعدين تروح على شقتها زي ما عمل معايا بالظبط. قمت من مكاني وفتحت الدولاب وبقيت أدور على المفتاح زي المجنونة، بس ما لقيتوش. الوقت عدى بسرعة والساعة جت 7. قمت لبست فستان وعملت ميك اب خفيف، وبعد ما خلصت خرجت من أوضة مامتي وطبعا هي مش موجودة، كانت نزلت عشان تقابل المعازيم. فتحت الدولاب وافتكرت إن المفاتيح ممكن تكون في مكتب بابا. نزلت بسرعة ودخلت المكتب، فتحت الدرج ولقيت نسخ كتير قوي من المفاتيح بتاعت شقق العمارة كلها، ومن غير تفكير أخدتهم وحطيتهم في شنطتي. خرجت برا وشديت كرسي وقعدت عليه، وكان كل اللي يسلم عليا ويبارك لي أنا مش واخدة بالي منه. كان كل تفكيري ونظرتي على أمي اللي كانت واقفة لابسة فستان سواري أحمر صارخ، ورافعة شعرها الأسود لفوق وعاملة ميك اب ما أقولكمش عليه. معالم وشها مش ظاهرة، وكانت جميلة جدا، وماسكة التليفون وباين على وشها القلق والارتباك. قلت أكيد هي مستنية حبيب القلب، بس وغلاوة ربنا لوريكي قبل ما توضحينا، أعرف بس مين هو، وبعدين أنا هتصرف معاكم انتوا الاتنين. كانت عيني على البوابة بتاعة البيت براقب نظرات أمي، وفجأة الزفة وصلت ودخل وليد جوزي وعشق اللي كانت ماسكة في ايد خطيبها. قمت بسرعة واستقبلتهم، وطول الوقت عيني على أمي. الفرح اشتغل والكل بيرقص ومبسوط، وعشق قامت رقصت مع جوزها، وانا كنت قاعدة مكاني براقب امي. وبعد نص ساعة في لحظة انشغل الكل مع العروسة، ورقصت مع اصحابها، واتفاجئت بامي مسكت التليفون وعملت مكالمة وخرجت برا الفيلا. في اللحظة دي وليد جاله مكالمة وبان على وشه القلق وخرج يرد في نفس اللحظة. جوز اختي برضو جاتله مكالمة وساب عشق وخرج هو كمان يرد عليها. انا هنا اتجننت وخرجت وراهم، بس ما لقيتش حد منهم. بقيت بدور زي المجنونة ومش عارفة ايه اللي بيحصل. دخلت وجلي واخدت شنطتي فتحتها ومسكت التليفون اكلم وليد، بس اترددت وفي نفسي بصيت لعشقة قوي بحزن. انا اسفة يا نور عيني، بس لازم امشي واسيبك دلوقتي. كنت بتكلم وكأني بودعها. وهنا انا عشق، انا اللي هكمل لكم القصة، واكيد هتعرفوا ليه. مش يارا هي اللي كملت. المهم يارا اختي خدت شنطتها وفتحتها ومسكت التليفون علشان تكلم وليد، بس اترددت. وبعد كده خرجت وخدت تاكسي بسرعة وطلعت على شقتي، وبقت تفكر بصوت داخلي: معقول يكون في علاقة ما بين امي وحد من جوازنا، جوزي او جوز اختي؟ لا لا لا، مش معقول طبعا. واستغفرت ربنا ورجعت تفكيرها: أكيد صدفة. بس الغريبة راحوا فين؟ وصلت يارا العمارة وطلعت بسرعة وطلعت نسخ المفاتيح وبقت تجرب كل مفتاح فيهم، بس ما كانتش كل المفاتيح بتفتح. وفجأة سمعت صوت طالع على السلم، وكان صوت الأسانسير، ما كانش لسه اشتغل. بصت من على السور وشافت أمها طالعة وماسكة التليفون وبتتكلم، وكانت بتضحك بصوت عالي. لما لقيتها وصلت خافت تتكشف،
لسه هتطلع على الدور اللي فوق، سمعت نجوى بتقول، وطبعا لأن العمارة كانت فاضية والصوت مسمع: ياه، أنا نسيت الشنطة في العربية يا بيبي. ونزلت في اللحظة دي. يارا كانت جربت كل المفاتيح وما كانش فاضل غير اتنين، واحد فيهم فتح بخوف، ودخلت الشقة بسرعة وقفلت الباب وراها، ودخلت على أوضة النوم وفتحت النور. شافت قميص نوم على السرير وبيجامة حمرا رجالي ستان. كانت هتتجنن ونسيت نفسها وانهارت. ياه يا خاينة، أنا هوريكي، بس أعرف مين اللي هيعمل معاكي كده، وأنا هوريكم انتوا الاتنين. وفجأة سمعت باب الشقة اتفتح وقفلت النور بسرعة، ونزلت تحت السرير. أما في الفرح فأنا كنت برقص وكنت مبسوطة قوي رغم إن الكل حواليا، إنما كان ظاهر على وشي القلق والارتباك لما حسيت بغياب جوزي عني. وبقيت ببص شمال ويمين وأدور عليه بعناية في كل مكان. ولما لمحت نعمة الشغالة شاورتلها. نعمة قربت مني وقالت لي: نعم يا ستي. قلت لها: ما تعرفيش فين يعقوب؟ نعمة حطت ايديها على ودنها من صوت الأغاني بتقولي: ايه مش سامعة. شدتها من ايديها وبعدت بيها عن الصوت. قلت لها: بقولك فين يعقوب بيه؟ نعمة قالت لي وبصت كده باستظراف: يعقوب بيه مين؟ العريس. لا والله ما شفتوش ولا اعرف حاجة عنه. هنا ريتال لمحتني وقربت مني، صاحبتي، وقالت لي: هو الفرح ده مفيهوش اكل ولا ايه؟ وانا كنت متوتره وببص حواليا وبدور على عريسي. ريتال صاحبتي قالت لي: انتي مش سامعاني؟ بقولك انا عاوزه اكل، انا جعانه. قلت لها: يو بقى، مش وقتك خالص يا ريتال. قالت لي: ليه، في ايه، مالك؟ قلت لها: يعقوب مش موجود. قالت لي: ليه، نعم يعني ايه مش موجود؟ قلت لها: معرفش. قالت لي: ما تقلقيش، مش يمكن راح الحمام. سمعت كده وسبتها ودخلت اجري الفيلا، وكانت ريتال بتجري ورايا. جريت على الحمام وكان النور مفتوح. وقفت ورا الباب وانا بخبط: يا يعقوب انت جوه؟ الباب بقى اتفتح، وبصيت لقيت ريتال اطمنت. خرج من الحمام الصاوي اللي هو ابويا، بصلي قوي كده وقال لي: ايه يا عروسه، سايبه الفرح والمعازيم واقفه هنا ليه؟ قلت له: انا كنت بشوف يعقوب في الحمام، اصل هو بصراحه مش موجود. قال لي: لا لا لا، ده مش كلام، تلاقيه موجود هنا ولا هنا، ومن زحمه الفرح انتي مش واخده بالك. قلت له: والله ده بيستعبط، انا مش فاهمه سايبني وراح على فين. ابويا قال لي: انتي من دلوقتي عاوزه تعملي عليه كماشه ولا ايه؟ ريتال صاحبتي قالت لي: قول لها يا عمي، اصلها بتحب تكبر المواضيع. ابويا بصلي وعيونه مدمعه وحضني وبحب وتنهيدة اب لبنته. قال لي: ياه، جه اليوم اللي شفتك فيه بفستان الفرح يا قلب بابا من جوه. يا عش، ربنا يفرح قلبك ويسعدك يا بنتي. قلت له: ربنا ما يحرمنيش منك يا بابا، يا احن اب في الدنيا. وقطعنا التليفون بتاع بابا لما رن، وكان المأذون. رد عليه بسرعة وقال له إن هو وصل، وفجأة ملامحه اتغيرت وبصلي وقال لي: انت بتتصلي بيعقوب والتليفون مقفول؟ بصيت لريتال وقلت لها: مش قلتلك أكيد في حاجة. بابا قفل التليفون مع المأذون بسرعة وحاول يطمني رغم إن هو كمان كان قلقان. سابني وخرج واحنا خرجنا وراه. ما كناش فاهمين حاجة في اللحظة دي. أبويا بدأ يسأل عن أمي، وعرف إن هي كمان مش موجودة. مسك تليفونه وبقى يرن عليها وهي مش بترد. قلق جدا، وخصوصا إنه اكتشف إن أختي يارا كمان مش موجودة، هي وجوزها وليد غايبين. عدت ساعة ولسه الفرح شغال، وفجأة ريتال جريت عليا وقالت لي: يعقوب جه يا عشق. لما لمحت يعقوب وجريت عليه، وقبل ما انطق لقيته بيعيط وبصلي قوي واترمى في حضني. حضنته وحسست على شعره وقلت له: مالك يا حبيبي، انت جاي منين؟ قال لي: بيتي اتخرب، خزنة الشركة اتسرقت. قلت له: انت بتقول ايه وحصل امتى ده؟ قطعنا ابويا بارتباك: والمأذون هيمشي يا بهوات، يلا منك ليها. قلت له: هتكتب كتاب ويارا وماما مش موجودين؟ ابويا قال لي: مش وقته خالص، انا في موقف لا احسد عليه. والتحذير قال لنا مش عايز اي حد يحس باي حاجه. بص ليعقوب وقال له: هات مراتك وتعالى. حط ايده في ايدي وخدني، وقعدنا احنا الاتنين على الترابيزه، والمأذون قعد قصاده ابويا ومصطفى اخو يعقوب الكبير وعمه شوقي لان والده متوفي، وشهد على الجواز ودم جوازي انا ويعقوب. عدت ساعتين بعد كتب الكتاب والفرح خلص، ومحدش حس بأي حاجة. وليد ظهر، ولما سألوه كان فين رد بارتباك:
قال إن أخته عملت حادثة وضربت عربية تانية، وكانت مشكلة كبيرة وانتهت في القسم، ولما حلها وصلها لبيتها ورجع علينا. أبويا قال له أمال فين يارا؟ وليد باستغراب قال له هي فين؟ أبويا قال له أنت بترد عليا سؤال بسؤال، أنا اللي بسألك مراتك فين؟ وليد قال له أنا سبتها جنب أختها ومشيت. وقلت له ماما ويارا راحوا فين؟ أبويا بص ليعقوب اللي هو يعني خد مراتك واطلع على فوق. وفعلا خدني وطلع بيا على الأوضة. دخلت وقعدت على السرير وكان باين عليا القلق. الباب خبط علينا وكانت نعمة ومعاها صينية العشاء. دخلت حطيتها وباركت لنا وخرجت. يعقوب قعد جنبي وكان متوتر وكل شوية يبص في الساعة. قلت له يا ترى ماما ويارا فين؟ قال لي ما تقلقيش الغايب حجته معاه. قلت له المشكلة ان الاتنين مش بيردوا على التليفون. قال لي انا مش فاهم في ايه، شكلنا اتحسدنا وفرحنا باظ بسببهم، ده غير المصيبة اللي اتضبت على دماغي. قلت له انا مش مصدقة نفسي ان كاتب كتابي يتكتب واختي وماما مش جنبي. قمت من على السرير وقفت قصاد الدولاب وطلعت هدومي. يعقوب قرب مني وقلت له بص بعد اذنك انا ماليش مزاج لاي حاجة. سابني وراح اخد كوباية مية وطلع من جيبه حباية وقرب مني ومد ايده وقال لي خدي الحباية دي. قلت له ايه الحباية دي لازمتها ايه؟ قال لي دي حباية مهدئة، انا شايف انك متوترة خدي واحدة تهدي بيها اعصابك. قلت له اه والله فعلا انا محتاجة مهدئ، مع ان عمري في حياتي ما اخدته، بس اجرب لاني فعلا متوترة وقلقانة قوي. خدت كوباية المية وشربت الحباية. اما في الشقة كانت اختي يارا نايمة تحت السرير مغمى عليها من الملة اللي وقعت على دماغها. ولما فاقت بصت حواليها ومسكت دماغها وحطت ايديها على بقها. يا لهوي انا مش فاكرة حاجة غير ان المصيبة دي وقعت على دماغي. دلوقتي انا معرفش ايه اللي حصل وبقت تسمع في حد ولا لأ. ولما اتأكدت ان مفيش صوت راحت خرجت من تحت السرير وكانت مرعوبة. ولما خرجت قامت وقفت واتفاجئت بأمي نايمة على السرير. اتصدمت وخافت، بس شافتها نايمة ومش حاسة بيها، مش حاسة بيها خالص. قربت منها والفستان بتاعها كان مرمي على الأرض والترابيزة جنبها عليها إزازة خمرة وكاسين ومزة شيبسي ومكسرات. عرفت إنها شاربة وسكرانة، وده كانت مفاجأة ليها. خدت شنطتها وخرجت بسرعة وقفلت الباب ومشيت. وفي نفسها أنا برضو معرفتش مين اللي كان معاها، بس هعرف ولما هعرف أدفنها بإيدي هي وهو. نزلت من العمارة واتفاجئت إن النهار طلع. وقفت تاكسي وركبت وطلعت على الفيلا. وقفت عند الباب الوراني ودخلت منه من غير ما حد يحس بيها. وطلعت على اوضتها وفصلت تليفونها ونزلت من السلم. ونزلت لما خرجت الجنينة ابويا ووليد في صوت واحد ايه ده انتي هنا؟ قربت منهم وحست بضربات قلبها بتدق جامد وجسمها متلج ومبقتش قادرة تقف على رجلها من الدوخة وكانت هتقع. فطلعت على الأوضة علشان الفرح يتم على خير. خافت ان هو يبوظ بسببها. ابويا قال لها الف سلام عليكي. وليد جري عليها وقال لها طب كنتي فين قوليلي. قالت له هو انت رحت وسكتت قبل ما تقع بالكلام. قال لها عاوزة تقولي حاجة؟ قالت له بقول ان انا كويسة. واتحركت ناحية باب الفيلا علشان تطلع. قال لها امال فين ماما؟ يا ابويا سألها. بصت له قوي وافتكرت منظر امها وهي نايمة وشاربة وقالت له بقرف معرفش. وطلعت اوضتها. عدى يوم كامل. قمت انا من النوم لقيت نفسي بفستان الفرح ويعقوب مش جنبي. خرجت اشوفه راح فين. وفي نفس الوقت يارا كانت في شقتي بتركب الكاميرات مراقبة في أوضة النوم عشان تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. بعد ما يارا ركبت كاميرات المراقبة في أوضة النوم وخلصت بتكلم نفسها بصوت عالي. ما كانش في قدامي غير اني اركب كاميرات المراقبة علشان اعرف الحقيقة منها وامسك دليل عليهم هما الاتنين. تليفونها رن وكانت صاحبة عمرها بسمة. كنسلت عليها ولما خرجت من الشقة ونزلت من العمارة اتصلت بيها. ردت بسمة وكانت بتعيط. يارا انا عاوزاكي ضروري. في ايه يا بنتي مال صوتك؟ بسمة قالت لها انا حرفيا بموت. مرات بابا قررت ان هي تجوزني ابنها اللي مش بطيئه اصلا.
قالت لها: ما انا قلتلك لازم توقفيها عند حدها الست دي. قالت لها: انا ما اقدرش عليها، انتي عارفة ان بابا بيحبها وما بيكسرلهاش كلمة. يارا قالت لها: لا حول ولا قوة الا بالله، طب والحل يا بسمة؟ قالت لها: ما انا بكلمك علشان كده. يارا قالت لها: امريني. قالت لها: كلها يومين وكاتب كتابي هيتكتب، وانا نويت اهرب من البيت. يارا قالت لها: لا طبعا يا مجنونة، ما ينفعش تعملي كده، كل مشكلة وليها حل، ما تعودتش منك على كده يا بسمة. قالت لها: يعني مش ناوية تساعديني وتقفي في جنبي؟ قالت لها: وانا قلت حاجة غير كده؟ كل اللي انا بقوله لك تصبري. اصبر؟ اصبر ايه بس؟ بقولك كلها يومين وكاتب كتابنا خلاص، ولو حصل ده اقسم بالله هولع في نفسي واريحكم مني خالص. يارا قالت لها: بقولك ايه، انا في الشارع دلوقتي، تقدري تنزلي لي اشوفك في اي كافيه؟ قالت لها: اوكي، انا هلبس وانزل. قالت لها: طيب انا هسبقك على الكافيه وهبعتلك اللوكيشن. لما اوصل، وقفلت معاها وطلبت اوبر ونزلت عند اقرب كافيه. اما في الفيلا، انا كنت خارجة من اوضة نومي وفستان الفرح. لمحتني نعمة الشغالة، ولما شافتني قالت لي: ايه ده يا ستي، انت لسه بفستان الفرح؟ قلت لها: اه. وانتي مالك؟ قوليلي، انت شفتي يعقوب بيه؟ قالت لها: اه، في مكتب الصاوي بيه. انت عايزة حاجة يا ستي؟ قلت لها: اه، لما يعقوب يخرج من مكتب بابا قوليله ان انا سألت عليه. وسبتها ودخلت اوضتي. في اللحظة دي امي كانت خارجة من اوضتها ولابسة بورنس، من الواضح انها واخدة شاور. امي قالت لنعمة: واقفة كده ليه يا بت؟ قالت لها: كنت بكلم الست عاشة. قالت لها: اه، عاشة هي فين؟ نعمة بتبص حواليها شمال ويمين، وقربت من امي وقالت لها: ست نجوى، عاوزة اقولك على حاجة. قالت لها: قولي، في ايه؟ نعمة بتلطم بايديها على خدها. نجوى قالت لها: مالك يا بنت، في ايه؟ قالت لها: في مصيبة. ولسه يدوب بتوشوش الست عشق لسه بفستان الفرح. امي قالت لها: انتي متأكدة؟ قالت لها: وحياتك انا شفتها بعيني، اللي هاكلها الدود دي. قالت لها: طيب يلا انزلي، ولو اي حاجة حصلت بلغيني اول باول، فاهمة يا نعمة؟ قالت لها: حاضر. ونزلت. اما امي سمعت كلام الشغالة ودخلت عندي في الوقت ده، انا كنت في الحمام. امي كانت بتقول في نفسها: هي فين؟ وبصت على الشماعة، لقيت الفستان الفرح بتاعي متعلق عليه. خدت الفستان ورمته على السرير وقعدت. انا كنت خارجة من الحمام، وامي قامت اول ما شافتني وحضنتني وقالت لي: الف مبروك يا حبيبتي. قلت لها: كده يا ماما تسيبيني انت ويارا وما حضرتوش كاتب كتابي ولا فرحي؟ قالت لي: معلش يا حبيبتي، غصب عني. قلت لها: وانت كنت فين؟ اتجاهلت سؤالي واتكلمت في حوار تاني: انت بتقولي ايه؟ يارا ما حضرتش ليه؟ هي كانت فين؟ قلت لها: معرفش، انا فجأة لقيت يعقوب وحضرتك ويارا وابي وليد مش موجودين. قلت لها: ايه بقى، الجواز طلع حلو؟ قلت لها: اه حلو، كفايه بس ان انا مع يعقوب، ده حب عمري يا ماما. وما صدقت ان ربنا جمع شملنا. امي بصت لي قوي من فوق لتحت، قالت لي: ولما الجواز طلع حلو لابسه ليه كده؟ بصيت لنفسي قلت لها: وماله كده؟ قالت: انت عروسه ولازم تتبسطي وتبسطي جوزك. قلت لها: يعني ايه؟ قلت لها: يعني ايه ابسط جوزي؟ مش فاهمه. قالت لي: يعني كده. وراحت فاتحه الدولاب وطلعت منه قميص نوم وطلبت مني ان انا البسه قبل ما يعقوب يطلع، وسابتني وخرجت على اوضتها. ورجعت ومعاها البرفيوم بتاعها. قلت لها: ايه ده، برفيوم؟ طب ما انا عندي كتير. قالت لي: لا، اللي عندك حاجة واللي عندي انا حاجة تانية، حاجة تانية خالص. ده برفيوم ايه هيخلي يعقوب يتجنن عليكي؟ وبقت ترش على القميص والسرير مكان ما بيناموا. وانا كنت واقفة ببصلها باستغراب قوي، وفجأة الباب اتفتح ودخل يعقوب. امي اول ما شافت يعقوب حسسته ان هي اتحرجت منه، بقت تمسك البورنس وتداري المكان المفتوح عند صدرها وخرجت. يعقوب قال لي: هي مالها خرجت كده ليه؟ ده حتى ما سلمتش عليا. قلت له: ما تاخدش في بالك، المهم خليك معايا انا. ازاي يا استاذ تسيبني كده نايمه وتنزل؟ قال لي: معلش يا حبيبتي، حماية هو اللي هو باباكي كان عاوزني في موضوع. قلت له: اه، يبقى اكيد انت قلت له على خزنة الشركة اللي اتسرقت. قال لي: خزنة ايه؟ قلت له: خزنة شركتك. قال لي: اه. قلت له: هو ايه اللي اه؟ قال لي: عشق، ما تعلقيش في كلامي دلوقتي. قلت له: انا عارفة ان الموضوع ده عمل لك توتر جامد، بس هتتحل، ما تقلقش. يعقوب قعد جنبي وبصلي قوي كده وقال لي: اكيد هتتحل.
قربت منه وقعدت جنبه، قال لي أنا آسف على اللي حصل امبارح، بس كان غصب عني. أكيد انتي فاهمة صح يا روحي؟ قلت له اه يا حبيبي، وقمت من السرير وطلبت منه ان احنا ننام. قرب مني واتظاهر ان هو تعبان. بعدت عنه وقمت وقفت في البلكونة بتاعت الأوضة، وفي جوايا بقول لنفسي هو في ايه؟ في ايه بالظبط؟ مش عاوز يقرب مني، في حاجة انا مش فاهماها. دخلت من البلكونة ولقيت يعقوب نام، ورحت مسكت القميص ورميته بغيظ على الكرسي التسريحة، ولبست روب وخرجت من اوضتي، وشفت نعمة داخلة على اوضة حمزة ابن اختي. دخلت وراها وقلت لها امال فين يارا؟ قالت لي الست يارا خرجت من شوية وقالت لي اخلي بالي من حمزة. قلت لها اه. ما قالتلكيش رايحة فين؟ قالت لي لا. قربت من حمزة وشلته وقعدت ألعبه، وبعد كده سبته ونزلت المطبخ وعملت النسكافيه وخرجت الجنينة أتمشى شوية. كنت بفكر في اللي بيحصل معايا ومع يعقوب، وسرحت. وفجأة يارا وصلت وقربت مني. بتفكري في ايه يا عروسة؟ قلت لها يارا خضتيني يا شيخة. قالت لي سايبة عريسك واقفة هنا بتعملي ايه؟ قلت لها عادي، اصل حسيت بملل فقلت انزل اتمشى شوية. قالت لي من اولها كده بركاتك يا يعقوب. قلت لها بابتسامة حزن كده اه يعقوب. يارا قالت لي هو في ايه، انتوا متخانقين ولا ايه؟ قلت لها لا والله، بس زي ما قلت لك شوية ملل من الجو مش اكتر. راحت بصت لي قوي وخدتني في حضنها وقالت لي عشق، خلي بالك من نفسك وحافظي عليها. اوعي تعملي زيي وتعيشي عبدة لمجرد انك بتحبي. اوعي في يوم من الايام يكسرك راجل، انت فاهمة يا حبيبتي؟ قلت لها انت فيكي حاجة، طمنيني عليكي. قالت لي انا كويسة بس عاملة فيها دور ان انا خبرة ومتجوزة قبلك، فقلت انصحك بس. باين كده مش لايق عليها ولا ايه؟ قلت لها طيب عاوزة تقولي لي حاجة يا يارا؟ بصيت حواليها وقالت لي انا عاوزة اتكلم معاكي في حاجة ضروري ومهمة قوي. قلت لها في ايه؟ قلقتيني، قولي بسرعة في اللحظة دي. وليد شافنا وقرب مننا ومسك يارا وقعد يهزر معاها وخدها وطلع على أوضة نومه. قعدت أقول في نفسي أنا حاسة إن فيها يارا، فيها حاجة، لازم أقعد أتكلم معاها وأفهم كل حاجة. واضح كده إن مفيش حد مرتاح. وبعد مرور 3 أيام يعقوب نزل الشغل، وده اللي جنني إنه نزل وهو عريس، حتى ما دخلش عليا، وده كان مأثر على نفسيتي ومخليني متعصبة طول الوقت. قمت من خنقتي على أوضة يارا، بس ما كانتش موجودة. مسكت التليفون علشان أكلمها، بس لقيته مغلق. من الناحية التانية كانت نازلة من الأوبر قصاد العمارة وشدت مع السواق في الكلام، لأنه كان طول الطريق كان سايق بسرعة جدا. حسبته دخلت العمارة وطلعت الشقة، ودخلت عشان تفرغ الكاميرات وتعرف كل المستخبي. ويدوب قفلت باب الشقة ويجي اللي يمسكها من رقبتها ويخنقها. يارا كانت بتمسك ايده وبتحاول تنقذ نفسها، ولما بصت له وشافت عيونها دمعت واستسلمت من غير أي مقاومة، وقالت بصوت خافت مش مصدقة، ولفظت أنفاسها الأخيرة وهي بتقول حمزة. ماتت يارا في الفيلا. كانت نعمة بتحضر السفرة، وأنا كنت نازلة من أوضتي وضربة بوز وبزعيق. انت بتعمل ايه؟ انت بتعملي ايه يا نعمة؟ بصيت لي قوي وهي بتجهز الأطباق. بحضر الغدا يا ست عيشة. قلت لها غدا ايه دلوقتي؟ مفيش حد هنا، ده حتى يارا خرجت ولسه مرجعتش، وماما في البيوتي سنتر، ويعقوب في الشركة، وأبي وليد أكيد في مكتبه، وبعدين حد قالك إن أنا هاكل لوحدي؟ يلا لمي مفيش غدا. خرج أبويا من مكتبه على صوت زعيقي، قال لي أنا اللي قلت لها تحضر السفرة. جريت عليه وبوست ايده وضمني الحضن وقال لي ايه، مش عايزة تاكلي معايا؟ رفعت عيني لفوق وبصيت له قوي بزعل وقلت له انت عارف ان انا مش بعرف اكل لوحدي، وان جيت للحق انا كنت حالفة لما اتجوز ما كلش لقمة من غير جوزي يعقوب. ويعقوب سابني وراح لشغله. ابويا قال لي بضحك يعني ايه انا مش مالي عينك يا بنتي ولا ايه؟ وقلت له تملى عين الباشا يا روح عشق وقلبها. جريت على السفرة وشديت كرسي واتفضل يا بابا. قعد ابويا وانا كمان قعدت. سرحت. ابويا قال لي في حاجة يا بنتي؟ كنت سرحانة ومش سامعة اصلا وما ردتيش عليا.
أبويا خد شوكة وخبط بيها على ترابيزة السفرة وبقى ينادي عليا: يا عشق يا عشق. خرجت من شروطي اللي أنا كنت فيه وقلت له: نعم يا بابا، في حاجة؟ قال لي: انت اللي في حاجة. قلت له: لا خالص، أنا كويسة جدا. قال لي: مش باين. قام من مكانه على الكرسي اللي جنبي وقعد جنبي وقال لي: قوليلي يا بنتي، يعقوب مزعلك في حاجة؟ ده اللي يشوفك ما يقولش عليك انك عروسة لسه ما كملتيش يومين، ده انتي لسه في شهر العسل. قلت له: اه، شهر العسل ده اللي مجنني. هو فين يا بابا؟ قولي كده، فين البيه؟ سايبني وراح على شغله من غير حتى ما ياخد رأيي انه هيروح ولا لأ. ابويا قال لي: معلش يا بنتي، هو الشغل كده ملوش مواعيد، اصبري عليه اكيد هيعوضك، جوزك حنين وابن حلال. قلت له: صبر، حاضر يا بابا. صحيح، وحضرتك متعرفش ماما كانت فين يوم فرحي؟ اصل سألتها وما جاوبتنيش. قال لي: والله يا عائشة، امك من فترة متغيرة وانا وهي حالنا ما يسرش خالص، بقت عصبية زيادة عن اللزوم وبتتنرفز من اقل حاجة، وده مضايقني منها ومخليني ابعد عنها، خصوصا لما بقفش عليها بتتعب بنوبة الكلى، فبقيت اقصر افضل. قلت له: يعني حضرتك ما سألتهاش؟ قال لي: اكيد سألتها وكالعادة اتعصبت وقالت انها كانت عند صاحبتها احسان، قلبها تعبها وكانت عندها. قلت لها: طيب ويارا؟ قالت لي: يارا كانت في اوضتها تعبانة. قالت لي: ايه حكايتهم بالظبط؟ هو في ايه بقى؟ قال لي: بقولك ايه، انسي كل حاجة وركزي في جوزك، ركزي في جوزك وبس. قلت له: حاضر. وبدأنا ان احنا ناكل، وبعد ما خلصنا قال لي ان هو ابوي هيكمل قعدته ويشرب القهوة في الصالون، واما انا طلعت على اوضتي واخدت تليفوني وبقيت اتصل بيارا بس كان مغلق. عدت ساعة ورا ساعة، وصلت 8 ساعات بالليل برضو تليفونها مقفول، وكنت ماسكة التليفون وانا قلقانة وبتصفح، وفجأة وصلت لي رسالة بأن تليفون يارا اتفتح. في اللحظة دي يعقوب وصل وفتح الباب ودخل، وكان باين على شكله الارتباك وهدومه متبهدلة. قمت بسرعة واتخضيت وجريت عليه لما لقيته قاعد على السرير وهو مش قادر يتنفس. قلت له: مالك يا حبيبي، في ايه؟ قال لي: حاسس بخنقة هتموتني. قعدت جنبه وفكيت له زراير القميص علشان يتنفس، وقمت فاتحة البلكونة والتليفون بتاعي رن، بس ما خدتش بالي من تعب يعقوب ومنظره اللي كان بيخض. الباب خبط وكانت نعمة وعلى ايدها حمزة. قالت لي: حمزة على صرخة واحدة وانا مش عارفة اسكته خالص. قلت لها: مش يمكن جعان؟ اه صحيح، ده لسه بيرضع. ويارا مش هنا، وافتكرت كارت تليفونها اللي اتفتح. جريت ومسكت التليفون اتصل بيها. نعمة قالت لي: مدام يارا مش بترضع طبيعي، دي بتعمله لبن صناعي. قلت لها: طيب هاتيه وروحي اعملي له رضعته. قالت لي: ما اقدرش، مدام يارا محرمة عليا احط ايدي فيها، هي اللي بتعملها بنفسها وانا كنت بتصل بالتليفون وكان مشغول. قلت لها بنرفزة: خلاص خلي معاكي حمزة وانا هنزل اعمل له الرضع. وقبل ما انزل طلبت من يعقوب يدخل ياخد دش علشان يفوق. فاق وقام ودخل الحمام وخرجت ورايا نعمة وعلى ايديها حمزة. دخلت بأوضته وهو بيصرخ، وانا بعد كده نزلت المطبخ عشان اعمل له الرضعة. وانا في المطبخ سمعت صوت ابويا بيصرخ وهو منهار: يارا لا، ما تقولش كده. سمعت واتخضيت، الببرونة وقعت من ايدي. خرجت جري: في ايه يا بابا، في ايه يا بابا؟ تليفونه وقع من ايده. فدخلت وليد قال لي: اختك يارا ماتت. قلت له: انت بتقول ايه؟ لا مش معقولة، ده انا لسه تليفونها كان مشغول وكنت بكلمها، واكيد كانت بتتكلم فيه، يعني عايشة يا بابا. قال لي: يارا ماتت خلاص. وليد دخل جري علشان يسأل ابويا في ايه. ابويا قال له: مراتك ماتت. انا بصيت بصدمة لبابا وقلت له: بس ما تقولش ماتت. وبصيت لوليد وقلت له: اختي عايشة يا بيه، انا والله عايشة، بس بابا بيحب يهزر، ما انت عارفه. وقعت واغمى عليا تاني يوم الصبح في المستشفى. كانت واقفة عربية وفيها جثمان يارا اختي. حطيت دماغي على الخشبة وكنت بعيط ومنهارة، وبدأت أكلمها وأقول لها: يارا، كسرت ظهر أختك يا حبيبتي، خلاص أنا ما بقاليش حد، بقيت لوحدي في الدنيا دي يا سندي، يا سندي وعمري كله. معقولة كنت بتودعيني؟ بس أنا كنت غبية وحمارة ما فهمتش. ما أنا لو كنت أعرف كنت قعدت معاكي وشبعت منك، ليه تموتي وتسيبيني؟ خديني معاكي يمكن قلبي يهدى وارتاح
وبصيت حواليا ولقيت ان العربية ضلمة، ورجعت اكلمها: اوعي تخافي، عارفة ان انتي هتروحي عند ربنا اللي احسن من اي حد. ربنا كريم ورحيم بعباده، هتوحشيني قوي. العربية وقفت ووصلنا قدام التربة، نزلناها وبدأ الشيخ يدعي لها ودفنا يارا. الكل روح ورجعنا الفيلا علشان ناخد العزا. كنت قاعدة جنب حمزة ومنهارة. نعمة دخلت عليا وهي لابسة اسود وقالت لي: ست عش، ست نجوى بتقولك انزلي علشان تاخدي عزا المرحومة. قمت وانا مش قادرة اقف ونزلت، مش شايفة كل اللي قاعدين وكانوا جايين بيعزوا كأنهم عليهم غبار، والصورة كانت مش واضحة بالنسبة لي، كانت مزغللة كده مش شايفة حد غير بسمة اللي هي صاحبة يارا، وهي قايمة وتعزيني واترمت في حضنها. وبقيت أعيط بانهيار وصوتي مسمع كل الموجودين. بس كانت حاطة ايديها على ظهري وبتطبطب عليا وبتسألني: هي ماتت ازاي؟ قلت لها: موتة ربنا يا بسمة، هو الموت فيه ازاي؟ بسمة وشوشتني في ودني: اختك ماتت، بس ما ماتتش موتة ربنا زي ما قال. قلت لها: انتي بتقولي ايه؟ وبعدت عنها، بس هي شدتني عليها علشان محدش ياخد باله، وقالت لي: اوعي تتحركي، عيطي زي ما انتي واسمعيني كويس. لو عايزة تعرفي اختك ماتت ازاي، روحي شقتك اللي كنتي هتتجوزي فيها، السر كله في اوضة النوم يا عاشق. وسابتني وقعدت تكمل العزا. قعدت جنبها وانا مش سامعة غير كلام بسمة كله بيتردد في وداني: واختك ماتت مقتولة، وشقتك اللي كنت هتعيشي فيها، والسر كله في أوضة نومك. قمت من مكاني، بس أمي مسكتني من إيدي وسألتني رايحة فين. قلت لها: أعمل رضا على الحمزة. قالت لي: مش وقته خالص، خلي نعمة تعملها له. قلت لها بزعيق: خلاص، هي يارا ما بتحبش حد يعملها له غيرها، وكانت بتعملها بإيده، ولا عشان ماتت نرمي ابنها خلاص؟ كلمت أمي بنرفزة، وهي بصت لي كده وقالت لي: يظهر ان موت اختك جننك خلاص. سبت ايديها وقلت لها: ماما انا تعبانه، ارجوكي مش وقته. وسبتها وطلعت الاوضه، خدت مفتاح الشقه والتليفون ونزلت من الباب التاني من غير ما حد يحس بيا. ركبت عربيتي وطلعت على العمارة، ولما وصلت طلعت الشقة ودخلت على أوضة النوم بسرعة، وبقيت أبص حواليا وأدور في كل ركن، ومش عارفة حاجة ولا حتى شايفة أي دليل. مسكت التليفون واتصلت ببسمة، وكان جرس بس ما بقيت بزعق بانهيار وأقول لنفسي: هو فين السر ده؟ وجريت على الحمام واخدت المساحة من كتر عصبيتي، وبقيت أكسر في كل حاجة بالعصاية في أوضة النوم بتاعتي. تعبت من التكسير وسكت لثواني، وفجأة الكاميرا وقعت على الأرض. لما الكاميرا وقعت على الأرض صوتها كان مسمع. قربت منها ومشيت خطوتين، وطيت وخدتها وبصيت لها قوي. بصيت باستغراب، اللي هو يعني ايه ده؟ بقيت ابصلها وانا مذهولة. لما اتأكدت ان هي كاميرا مراقبة، بقيت بكلم نفسي بصوت عالي: هي الكاميرا دي بتعمل ايه هنا؟ وبعدين ايه اللي دخلها الشقة اصلا؟ وايه دخل الشقة والكاميرا في يارا؟ طب مين اللي ركب الكاميرا في اوضة نومنا انا ويعقوب؟ يعني معنى كده ان في حد كان عاوز يراقبنا انا وهو. طب ليه يعني؟ ليه؟ لا، اكيد في حاجة غلط. بعدت بظهري وقعدت على السرير، واخدت نفس عميق وببص للكاميرا، بفكر ومفيش غير سؤال واحد في دماغي: الكاميرا هنا بتعمل ايه؟ وبعد تفكير قمت بسرعة واخدت التليفون والكاميرا ونزلت جري زي المجنونة وما بقولش غير بسمة، وركبت عربيتي وطلعت على الفيلا علشان ألحقها قبل ما تمشي. ولما وصلت دخلت من الباب التاني، وكان نص المعزيين الناس اللي بتعزي مشيوا. بتلفت شمال ويمين وأنا بدور على بسمة، بس ما كانتش موجودة في اللحظة دي. لمحتني أمي وقامت مسكتني من دراعي وقالت لي: انت كنت فين وسايباني لوحدي اخد عزا اختك؟ قلت لها: ما انا قلت لحضرتك كنت بعمل تليفون، وكنت بعمل رضا على حمزة. كانت جاية علينا نعمة ست عيش حمزة فوق ميت من العياط، جعان قوي وعايز يرضع. قلت لها: طيب هدخل اعمل له الرضع، اطلعي انتي واوعي تسيبيه لوحده. وهنا امي قالت له: هو انت كنت فين؟ انت كنت فين؟ بصيت لها قوي وسبتها وجريت على المطبخ اعمل الرضع. امي قعدت تقول في نفسها: مالك يا عش، فيكي ايه يا بنت بطني؟ انا كنت في المطبخ، واقفه في المطبخ وبعمل الرضع، وانا بفكر وفي نفسي بقول: معقوله
أختي أنا تموت مقتولة، معقولة كلام بسمة يكون صح؟ عملت رضع لحمزة علشان كان منهار من العياط. كلمت بسمة كتير لكن مردتش. رحت سبت حمزة مع نعمة ورحت جارية على البيت بتاع بسمة. رحت لها بيتها بعد ما اتصلت بيها كتير ومش بترد، وطلعت لها ورنيت الجرس على بسمة. فتحت، ولما شافتني شدتني على جوه وهي بتبص على مرات أبوها الست القاسية المفترية، وقالت بصوت عالي: تعالي يا عشق. مرات باباها اسمها زينات. بصت لي أول لما دخلت، قالت لي: هي مين دي يا بسمة؟ قالت لها بارتباك: دي أختي، أختي، أخت أعز الناس، صاحبتي يارا الله يرحمها. زينات قالت لها: الله يرحمها. قلت لبسمة: انا عايزاكي. زينات حطت ايديها في جنبها كده وبتبصلنا احنا الاتنين. بعد كده بسمة شدتني وخدتني في حضنها ووشوشتني وقالت لي: ما تتكلميش في حاجة قدام زينات. قلت لها: بقولك ايه، خدي صاحبتك على اوضتك علشان ابوكي هنا وانتي عارفاه ما بيحبش حد يزورنا، ولا احنا كمان نزور حد. قلت لها بإحراج: أنا ماشية. بس ما قالت لي: لا يا عشق، تعالي، تعالي نقعد في أوضتي ونتكلم براحتنا. وخدتني ودخلنا الأوضة. ما قفلت الباب بالمفتاح وطلبت مني أتكلم بصوت واطي يعني. قلت لها: بقولك ايه، أنا عاوزة أعرف أختي ماتت ازاي. قالت لي: ما أنا قلتلك السر في الشقة. قلت لها: بس الشقة ما فيهاش حاجة خالص تدل على موت يارا. قالت لي: نعم، ازاي؟ أنا متأكدة السر كله فيها. طلعت الكاميرا وقلت لها: انا ما لقيتش غير الكاميرا دي، واكيد مش دي اللي موتت اختي يعني. قالت لي: وما سالتيش نفسك الكاميرا دي بتعمل ايه في اوضه نومك؟ قلت لها: ما انا معرفش، وهتجنن مين ركبها اصلا ويقصد بيها ايه. بس ما بتتلفت شمال ويمين ووشوشتني في وداني: اللي ركبت الكاميرا دي اختك يارا، وخلي بالك في زيها في الريسبشن. وقلت لها: ايه؟ يارا؟ طب ليه؟ قالت لي: ليه بقى؟ دي هتعرفيها لما تروحي تاخدي الكاميرا اللي في الريسبشن وتفرغي الاتنين، وقتها تعرفي هي ركبتهم ليه. قلت لها: شكلك كده تعرفي حاجة. ورحمة يارا احكي لي اللي انت تعرفيه. قالت لي: المرحومة كانت مأمناني على سرها، وانا ما اقدرش اتكلم اكتر من كده. ومسكت ايدي وقالت لي: انا مش هقدر اتكلم هنا في اي حاجة، بس اللي هقدر اقولهولك، لولا شكيت في وفاة يارا ما كنتش اتكلمت خالص. قمت وقفت وقلت لها: طيب انا ماشية وهتصرف. وبعدين يا دوب لسه هتحرك، بس ما شدتني من ايدي وقالت لي: انا اعرف مهندس بيفهم كويس في الكاميرات دي، ممكن يساعدك. اي نعم بياخد فلوس كتير، بس امين ومحترم وشغله كويس. قلت لها: هاتي الرقم بسرعة. خدت رقمه وقالت لي: لو محتاجة أي مساعدة كلميني أرجوكي. قلت لها: حاضر. ومشيت والفضول هيقتلني. جبت عربيتي ورجعت الشقة ودخلت بقيت بدور على الكاميرا التانية، وفعلا لقيتها ورا برواز. وطبعا بعد ما قلبت الريسبشن كله خدتها وبقيت أعدل كل اللي أنا كركبته، ورجعت كل حاجة مكانها. ونزلت وركبت عربيتي وحطيت ايدي على الدريكسيون، وقبل ما اطلع واقول في نفسي: انا لازم اكلم المهندس ده دلوقتي، لان في البيت مش هعرف اتكلم معاه خالص. مسكت التليفون وكلمته، كان اسمه احمد، ورد عليا وقلت له: السلام عليكم. قال لي: وعليكم السلام. قلت له: حضرتك المهندس احمد؟ قال لي: ايوه. ايوه يا فندم، مين معايا؟ قلت له: انا عشق وكنت عاوزه حضرتك في شغل. قال لي: تمام اتفضلي. وقلت له: عاوزه افرغ كاميرات المراقبه. قال لي: بس حضرتك مش فاضي حاليا دلوقتي. قلت له: ارجوك انا هدفع المبلغ اللي تطلبه. قال لي: المشكله مش في الفلوس خالص، انا مسافر وبجد بعتذر. قلت له: ارجوك المساله حياه او موت. قال لي: بعتذر، بس اوعد حضرتك بعد اسبوع اتصل بيكي اول ما هرجع. وقلت له: شكرا وقفلت. كنت بفكر ومش عارفة اتصرف ازاي. التليفون رن وكان احمد. رديت عليه بسرعة وطلب مني ان انا اروح له على المكتب طالما الموضوع ضروري قبل ما يسافر، لان كان قدامه 3 ساعات على الطيارة. قفلت معاه وبعتلي اللوكيشن على الواتس وطلعت بعربيتي عليه. ولما وصلت كان المكتب في الدور الارضي. دخلت له وقابلته وكان المكتب فاضي، وده قلقني جدا. بدأت أتكلم معاه، ولما سألني عرفته منين قلت له إن أنا تبع بسمة. ما كانش يعرفها قوي، وقال لي إنها أكيد صاحبة من صاحبات حد من صحابي. قال لي: تحبي تشربي إيه؟ قلت له: شكرا. وطلعت الكاميرات
وقلت له أنا بس عاوزة أعرف فيهم إيه يا أستاذ أحمد. طلع اللابتوب وظبطه كده ووصله باليو اس بي، وطبعا أنا كنت ببصله مش فاهمة بيعمل إيه، وبدأ يوصل الكاميرات. وقلت له أستاذ أحمد ممكن طلب؟ قال لي عارفه، ما تقلقيش خالص، أنا لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم. قلت له أوكي. قال لي بس قبل ما أشتغل حضرتك عارفة أنا هاخد كام؟ قلت له مش فارق معايا، اطلب اللي انت هتطلبه. قال لي أنا عايز 10,000 كاش. قلت له أوكي هدفع كل المبلغ، بس هكتب لك شيك ينفع؟ قال لي لا ما ينفعش حضرتك، عارفة ان انا مسافر. وقلت له تمام، ابعت لي حسابك البنك وانا هحولهم لك دلوقتي. وفعلا بعت لي حسابه وحولتهم له من التليفون. واحمد شد الكرسي وقعد جنبي، واول لما داس اتكتب ارير. اتخضيت وجرب مرة كمان. وبعد كده الكاميرا اشتغلت على أوضة النوم. كنت بصة وشايفة دي أوضة نومي بس ما فيهاش حاجة. واتفاجئت بدخول أمي ومعاها. لما شفت كده بقيت بصرخ مستحيل، أنا مش مصدقة عينيا. أحمد ارتبك وقام بسرعة وجاب لي مية. خدت منه كوباية المية وأنا مش قادرة أتنفس. أحمد بصلي قوي وبيشاور على اللابتوب أكمل ولا لأ. قلت له كمل وشغل الكاميرا التانية. وشفت موت يارا وهي بتتخنق وبتقول حمزة. انهارت واغمى عليا. احمد دخل وجاب ازازة مية وكان بيحاول يفوقني. ولما فقت ما كنتش قادرة اقف على رجلي. قال لي انا اسف، انا عارف اللي شفتيه ده مش سهل، بس في قدامي فيديو تاني افتحه ولا لا؟ قلت له بحزن وكسرة افتحه. فتح الفيديو وظهرت امي وهي بتقول انت مجنون، دي ماتت يا حيوان وانت تعمل العملة دي وتوقعني في الغلط وتكلمني بعد ما تنيل على دماغك. ومسكت التليفون وكلمت حد بعد ما نجوى كملت المكالمة. وانا عرفت الحقيقة كلها. اخدت التليفونات والفيديوهات ومشيت. وكانت الساعة 10 بالليل. ركبت عربيتي وطلعت على الطرب. بعد ما وصلت دخلت وخدت المفتاح من الحارس وقفلت على نفسي. وقعدت قصاد مدفن يارا. كنت بعيط عياط هستيري، اقسم بالله ما مصدقة نفسي. انتي بنت غدر، ومين السبب؟ امي اللي بتخون ابويا؟ ومع مين؟ يا نهار اسود مش قادرة انطقها. بس وغلاوتك عندي مش هسيب حقك يا يارا، وهخليهم يدفعوا التمن وهيكون غالي قوي. واللي مد ايده عليكي وحرمني منك هحرمه من الدنيا كلها النهاردة قدامك. وبوعدك ان انا هاخدلك حقك، ووعد مني قريب قوي هاجي هنا وهقف في نفس المكان وانا بترحم على روحك وابرد ناري واريحك في نومتك يا عمري. قمت وانا بتسند ومش قادرة امشي. ولما خرجت من التراب وركبت عربيتي وطلعت على الفيلا وكان العزا خلص خلاص، دخلت من الباب التاني وجريت على اوضتي. دخلت خدت دش بسرعة ووقفت تحت المية والمية نزلت على شعري وجسمي. وافتكرت موت يورا. قعدت في البانيو وانا